بقيت مؤخرا بشتغل على نفسي وبحاول أكون إنسان أفضل، لكن بيجيلي وسواس بيقول لي أنت ما تستاهليش كل ده، وأكيد ربنا مش هيوفقك لكل ده ولا طموحاتك ولا أحلامك تتحقق. ممكن تفيدني أعمل إيه؟ الوسواس مصدره الشيطان، وممكن يكون مصدره تجارب قديمة عاملة رصيد في النفس من عدم الثقة في المجهود، كأني مجهودي مش واثقة في مجهودي أوي. أول ما يجيلك الوسواس اللي بيقولك أنت ما تستاهليش التوفيق، قولي له صح، أنا ما استاهلش التوفيق. بس بالمناسبة مفيش حد في الكون يستاهل التوفيق. أمال السعي ده كله ليه؟ السعي ده كله عشان إحنا ربنا أمرنا بالسعي، أما الله بيوفقنا لأن هو بيحب يوفقنا. لكن كلمة يستاهل معناها كأن ليا واجب على الله. زي كده على فكرة، أنا ما استاهلش الجنة، وأنا كمان ما استاهلش الجنة، أنا ما استاهلش كل الخير ده، كل الناس ما تستاهلش. كلمة يستاهل دي كأنه عمل حاجة فربنا وجب عليه إنه ربنا يديله، فكأن إيه، أنا عملت فكده ربنا مديون. لا، ده هو ربنا هيكرمنا لأن هو بيحب يكرمنا. فأول ما الوسواس يقول على فكرة أنت ما تستاهليش، قولي له أيوة صح، بس هو هيكرمني لأن هو كريم، مش أنا استاهل. طب هو الإجابة دي هتشفي إيه؟ هتشفي الوقت اللي حضرتك فعلا تكوني فيه ما تستاهليش. زي بالظبط كده لما واحد يعصي يكون ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وستره عشان يتوب، أو واحد ما يشكرش نعمة وربنا يحافظ له عليها، ده كلنا يا جماعة. أو واحد يبقى بيسعى سعي يستاهل عليه 100 فربنا يديله 1000، ده كلنا يا جماعة. فوقت ما الإنسان يبقى ضعيف فيشعر إنه ما يستاهلش، لازم يفتكر حاجة واحدة، هو مين يستاهل؟ احنا عايشين في الدنيا دي بعطاء وكرم ورحمة ربنا وستر ربنا. وبالتالي لما الوسواس يجي يقول لك انت بتسعي بس انت ما تستاهليش، قولي له صح، انا ما استاهلش، بس هو سيعاملني بصفاته الجليلة الكريمة ويعطيني ما لا استاهل وما لا استحق. عشان انا مش بتعامل مع ربنا بالاستحقاق، بتعامل مع ربنا بان انا بعمل دوري في الكفاح في الدنيا والسعي في الدنيا من غير ما اقول استاهل، اقول انا ربنا هيكرمني لانه الكريم. فين الدليل على ده كله؟ كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أنا عملت عمل استاهل عليه الجنة، قالوا لا استنى بس واحد، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما الوسواس يجي انت ما تستاهليش تشوف النبي في المنام، طبعا ما تستاهليش الرزق الواسع، ماشي، ما تستاهليش حد كويس، كل ده ماشي، قول زي ما انت عايز يا وسواس. انا ما بتعاملش في الدنيا عشان استاهل، انا بتعامل لان ربي هيديني فوق ما اتمنى، وانا ظني في ربنا كريم، وهو قال انا عند ظن عبدي فيه. فقول براحتك يا وسواس ما تستاهليش، وانا هقول لك ماشي، بس انا هيجيلي الخير لانه جاي من رب الخير الواسع اللي هيدينا اكتر من اللي نستاهله واكتر من اللي نستحقه واكتر من تعبنا. امال احنا نعمل ايه في الدنيا؟ نكافح. فاكافح وانا مفوض امري لربنا من غير ما افكر فاستاهل ولا ما استاهلش دي، لانك لو فكرت بجد بقى هتلاقي النعم اللي عندنا اللي بنعصي بيها والستر اللي احنا فيه رغم ان المفروض نتفضح من كتر غلطاتنا الكتير، وصبر ربنا علينا رغم ان احنا لو هيحاكمنا انسان كان زماننا من زمان انتقم منا. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو هنتعامل باللي نستاهله يا نهار ابيض كنا نضيع يا جماعة. فكلمة نستاهل دي ابقى اعمل كده حضرتك، قولي له ايوه ماشي ما استاهلش، بس هو صفاته الكرم فهيديني اكتر مما استحق او استاهل.